ثواني قليلة بهي الفيديو كفيلة تخليك تقول سبحان الله. قبل ما تكمل الفيديو دقق بهالطير العجيب. سبحان من جعل في أصغر المخلوقات آية تهز القلوب وتذكرنا بعظمة الله. طير الأبابيل مو مجرد طير، بل قصة خلدها القرآن لتبقى رسالة لكل ظالم أن قوة الله فوق كل قوة. لما بتشوف هيك شيء بتعرف انه آيات الله حولنا بكل مكان، بس القلوب الواعية هي اللي بتتأمل وبتقول سبحان الخالق العظيم. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. هذا هو طير الأبابيل. هذا طير الأبابيل، احنا بلهجتنا بنقول له الغواص. سبحان الله يا اخوان، هي هو طير الأبابيل. دائما اسمع عن طير الأبابيل وسبحان الله اليوم شفته. نقدر نحطه هون ايدي؟ بس لانه هو مصاب، عرفت؟ مصاب حرام. مصاب. هذا هو طير الأبابيل. سبحان الله طير الأبابيل. لما اجى أبرهة الأشرم بده يهدم الكعبة، الله سبحانه وتعالى أرسل طير الأبابيل لترميهم بحجارة من سجيل من هذا الطير الصغير. سبحان الله، هذا هو طير الأبابيل.